السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة سمك بلطي مقلي ورز السمك اللي بالبصل وشوية سلطة. أول حاجة هعمل التتبيلة. جبت الطبق اللي أنا هتبل فيه، حطيت فيه معلقتين صغيرين توم مفروم. هحط التوابل: معلقة صغيرة كمون وكزبرة وبابريكا وكركم، ومعلقة ونص صغيرة ملح، وعصر ليمونتين. وهحط معلقتين 3 كبار خل، عشان انا عايزه التتبيله دي سايله، مش عايزاها تتبيله ناشفه، عايزاها سايله. قلبتها اهو. طبعا السمك انا جايباه وغسلاه ومنضفاه ومخليه زي الفل، وهو انا قسماه 2 كده عشان هو اصلا حجمه كبير، فانا خليت الراجل اللي نضفهولي قسمهولي نصين. هتبل بقى السمك من جوه ومن بره. بعد ما اتبله كله انقعه بقى في التتبيله دي لغايه لما اجي اقليه. احطه في التلاجة لغايه لما اجي اقليه بالطريقه دي كده. بعد كده هعمل الرز. حطيت معلقه سمنه وشويه زيت، وبعدين بصله وسط كده قطعتها صغير وحطيتها احمرها بقى. هرش عليها معلقه ملح عشان البصله ما تسكرش منها وتتحمر قوي. حمرتها لغايه لما بقت دهبي غامق كده. بعدين احط لها بقى ميه، شفشق ميه على قد الرز برضو اللي انا هعمله. هظبط الميه بتاعت الرز واسيبه يغلي. بعد ما غلي اكون غسلت الرز وصفيته، واحط بقى الرز. طبعا اللي بيعمل رز كتير بيبقى فاهم الميه اللي هي بتاع الرز قد ايه. انا بقى طبعا حاطه الملح فمش هحط ملح تاني. حطيت بقى بهارات. البهارات دي بتدي طعم جميل قوي للسمك، لرز السمك. هسيبه بقى يتشرب. بعد ما يتشرب انقله على عين صغيرة واوطي عليه واسيبه بقى يستوي. هنا كان خلاص يتشرب ووطيت عليه وهسيبه بقى يستوي. دي كوباية دقيق. هبدأ بقى ابدر السمك. كوباية دقيق احط عليهم معلقتين كبار نشا، واتبل برضو الدقيق بنفس التوابل اللي انا حطيتها لتتبيلة السمك ومعاهم الملح. هحط برضو نص معلقة صغيرة ملح وكمون وكزبرة وبابريكا وكركم للدقيق. انا كده ببهر الدقيق عشان يدي طعم حلو للسمك. لما اتبله برضو، لما ابدره بالدقيق. هعمل طبعا السمك حلو بالدقيق، واروح منفضه بعد ما عملته واحطه بقى في الطبق. اعمل السمك بالدقيق اول لما اجي اقليه، يعني ما اعملوش واركنه. هعمله واعمله على طول واقلي على طول اهو. هعمل بقى كله وارجع لكم. هنا اهو عملت السمك كله بالدقيق، والتتبيله دي انا مش هرميها، هزودها ميه عشان لما اجي اقلي انا هحط فيها السمك قبل ما اقلي. هنا هقلي بقى. سخنت الزيت اهو في الطاسه، وادي الميه اللي فيها التتبيله، بقيت التتبيله
هحط فيها السمك كده قبل ما اقليه على طول، واروح حطاه على طول على الزيت اللي هو سخن من قبل كده. عشان انا جالي سؤال في ليه بحط السمك في الميه قبل كده، بس انا مردتش عليه لان انا شفت متاخر. عشان طبعا الميه اللي انا بحطها فيه دي بتساعد على ان السمك يعمل على طول، يبقى مقرمش كده، يبقى مقرمش وهو بيتحمر. وكمان الدقيق ما يقعش ويوسخ لي الزيت. يعني هي عشان الحاجتين دول، هيخلي لي السمك مقرمش وما يخليش الدقيق يقع في الزيت يوسخ. عملت اهو السمك اتعمل وقدمته مع الرز ومع السلطة، وبألف هنا وشفا.